عارف ليه. مسافة ما شافه نوك، وده اللي بيميز لاعب محترف عن لاعب متوسط، ان في لاعب لسه بيستوعب، لاعب على طول من اول ما يشوفك نوك على طول. شايفين تحركات السكواد؟ السكواد فاهم بعضه. شوف استعمال سماعة كما يجب ان يكون. يعني هنا فريز اول ما طلع يضرب، لا الواد بيضرب فيه ليه؟ استعمال سماعة مع خبرة مع فريمات مع بنج. خطفوا. عاش. الواد ده بيلعب، والسكواد كله بيلعب، بس الواد ده تحركاته جميلة جدا. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف ألف خير. فيديو النهارده هو فيديو تيست، يعني فيديو تجريبي. جات لي فكرة كده ان احنا نعمل سلسلة جديدة في القناة، وهي افضل لاعب بابجي موبايل، ودي هتجمع ما بين افضل لاعبين بابجي موبايل، سواء حركة سريعة او خصم قوي. وهنا هنقدر ان احنا نحدد مين هو اقوى لاعب، يعني اتنين هيقابلوا بعض، وهيفضل اللي يكسب هيتأهل للنهائي. تمام كده. النهارده بقى الفيديو ما بين رقاوي وفريز. طبعا الاتنين ده لاعب محاكي وده لاعب ايباد، والاتنين غنيين عن التعريف بسرعتهم وقوة خصمهم. فلو الفيديو ده وصل ل50 لايك هعرف ان السلسلة عجبتكم، وهبدأ ان انا انزل اول فيديو في السلسلة الاسبوع الجاي. وبس كده، يلا بينا نبدأ بالفيديو. خلينا الأول نعرف مين هو رقاوي. رقاوي هو لاعب ايباد، قدر ان هو يثبت للناس انه من افضل لاعبين الايباد، وده بسبب حركته السريعة وقوة خصمه، وده اللي هنشوفه معانا في الفيديو. ودلوقتي طبعا بيفايت في سكواد، شكله كده سكواد عنيف. ان انت يبقى حركتك سريعة وخصمك قوي، ده بيبقى نادر جدا، ما بتلاقوش في كل اللعيبة يعني. انت شايف هنا مسافة ما شاف الواد، يعني الواد يعني المسافة قريبة جدا، الواد كان هيعدي مسافة ما شافه نوك على طول. خصم بيعزز له كمان. عاش، تستاهل. ده لسه جاي لقطات احسن من كده بكتير. تعزيز، عاش، تستاهل. تعالى بقى بص لي هنا في الفايت ده بقى. ده نوك، ده ملناش دعوه بيه. شوف هنا بقى الفايت ده. المفروض دلوقتي ان هو قدامه 2 أو 3، انا مش عارف. ده مسافة ما شاف واحد نوك، ما ضربش عليه حتى. تمام. شوف لي ده كده بقى. الواد مش مديله فرصة ان هو يطلع يضرب عليه اصلا، يعني هو لو رقاه بيضرب من مكان واحد الواد ده كان شاله. عاش. من افضل الناس اللي تجيب سكواد وايب في وقت قصير جدا. عندك هنا لقطات بيجيب سكوادات، يعني بيجيب بالثلاثة والأربعة. ما بيجيبش واحد بس، لا بالثلاثة والأربع مع بعض. عندك هنا سكواد 4، الأربعة بيلعبوا ما خدوش معاه 4 ثواني بالظبط، كل واحد منهم ثانية. عاش. لا عاش، عاش بجد. ده لسه كمان فريز عنده لقطات يمكن بنفس المستوى، فانت الاختيار هيكون صعب اصلا. شايفين الواد ده؟ رقاوي ضرب عليه فعمل عليه ردة فعل، فده بيبين ان الواد بيلعب. اللي عرفته في رقاوي ان هو بيدي بري فاير كتير، وده اللي بيخليه يجيب الخصم. يعني زي فوق كده، اول ما سمع الواد عطى بري فاير على الشباك، الواد لا طلق في وشه. اهو نفس الكلام، بيدي بري فاير بحيث ان انت وانت داخل تاخد الطلق كله في وشك. لاعب ذكي. هنا لو كان دخل من الباب الواد كان مبايك عليه كان هيجيبه. عاش، بري فاير برضه. هو اللي بيبوش، يعني هو لوحده قدامه 4 وهو اللي بيبوش. هنا سكواد، منصحكمش، ده غشيم. سيبوهمش والله، ده غشيم ده. مش ولا ايه؟
ده جايين. دمج واحد. السلاح الجديد غشيم يا جدعان، والله انا عارف ان هو غشيم. اتنين بيلعبوا ما خدوش يعني ما دمجوهوش اللي هو ايه سنة. شايفين الواد بيطلع بيلاقي الطلق في وشه بيرجع تاني. فهو رقاوي اللي هما البري فاير ممكن ما مستواه يقل عن كده، ان هو استعمال سماعة بري فاير ده اللي بيميزه يعني. الواد اللي دخل ده غلط غلطة ليه بقى؟ ان هو دخل بنفس الكلام زي ده برضه، دخل من غير ما يعرف هو الخصم مستخبي فين، مش مستخبي يعني واقف فين يعني. شايفين خصم بيلعب رغم كده بيجيبوش ليه؟ البري فاير بيدي بري فاير كتير. طب خلينا نشوف الفايت ده. عندك سحب رخص عاش. الواد اللي ضده ده ضعيف شوية. شايفين الاتنين ده غشيم ده عاش. شايفين اللي عمله في دمه ازاي؟ سكواد بيلعب وهو هينهم دامج برضه يعني 3 نوك او 2 نوك واحد فينش والاخير ده هينه دامج. بيعجبني تحركاته، بيبقى عارف امتى هيبوش وامتى هياخد كفر عاش. طيب ده كان بالنسبة لرقاوي. ندخل على الهاكر البشري، وزي ما عرفنا رقاوي هنبدأ ان احنا نعرف مين هو فريز. فريز هو لاعب محاكي قدر ان هو يثبت وجوده وسط هاكات او وسط ستريم سنايب او وسط ناس بتعرف تلعب معاها فريمات معاها بينج مستواها اس وفوق. ده كله غير ان هو بيلعب باسلوب الايباد، يعني لاعب محاكي بيديك اسلوب الايباد فهو ستايل مختلف. فخلينا نشوف. طبعا دلوقتي هو قدامه 2 أو 3 مش عارف. شايفين الواد مسافة مشافه طلع هيد شوت على طول، يعني العيال بتلعب. هانو دامج عاش. نوك. ايمو بالسكوب 4 يا جدعان مرعب، يعني ليه شوية لقطات بالسكوب 4. بصراحة تحس ان انت بتتفرج على هاكر ما بتتفرجش على لاعب. شوف لي بقى الخصم هنا، شوف بيدمجوا ازاي يعني، يعتبر نفس المستوى. بيجيب من اي مكان، من اي مكان هتلاقيه بيجيبك. كل ده ستريم سنايب، يعني ناس بتلعب ومعاها تيمها كمان. شايفين الواد بيهينوا دامج يعني. تحركات برضو اللي هو بيستناش في مكان واحد بيبوش. الواد بيبوش يعني الخصم قوي. ممكن تناوكونا ممكن تناوكونا. الغريب بقى ان الناس هناك يعني الواد ده ليهم اوبن، ما بيضربوش عليه مش عارف ليه. مسافة ما شافه نوك، وده اللي بيميز لاعب محترف عن لاعب متوسط، ان في لاعب لسه بيستوعب. لاعب على طول من اول ما يشوفك نوك على طول. شايفين تحركات السكواد فاهم بعضه. شوف استعمال سماعة كما يجب ان يكون. يعني هنا فريز اول ما طلع يضرب لا الواد بيضرب فيه ليه؟ استعمال سماعة مع خبرة مع فريمات مع بنج. خطفوا عاش. الواد ده بيلعب والسكواد كله بيلعب، بس الواد ده تحركاته جميلة جدا. شايفين البري فاير اللي فريز عطاهوله على الباب، اللي هو البري فاير ده والواد كان دخله جوه كان ممكن يجيبه. الواد ده اللي لسه ميت من شوية ونزل تاني. اليوز يا جدعان مسافات قريبة مرعب، بس اليوم بيغطى عليه بعد تحديث اللي فات غير اللي فات ده باين. يعني اليوم بي دلوقتي تحط عليه الكاتب احسن من اليوز بكتير. زمان الناس كانت بترمي اليوم بي ده اصلا، دلوقتي تلاقي اي واحد بيمسك يوم بي.
استعمال سماعة. عاش. هو لو طلع عايش من الفايت ده بجد يتقال عليه افضل لاعب بابجي موبايل محاكي او ايباد. ليه بقى؟ لان هو بيلعب محاكي بس باسلوب الايباد، يعني الاتنين مع بعض. موقف ما تطلعش منه عايش. الخصم بيلعب تحركات، ايم، دوج، كراوج، كل حاجه في الخصم، يعني تحس ان الاتنين 1v1 مستويات بعض. ما بالك بقى ان واحد وسكواده على واحد صور سكواد. تفرق هنا بقى ايه؟ يلا جي في جي. الخبره، ازاي امتى تروح طيب طلع تفايت تحضير وامتى وضع ترجع شباب. تنسحب كده. العيال بيموتوا وينزلوا له تاني. انت متخيل؟ يعني إنه حالفين هيجيبوه. عاش. بس هو كنت عارف. راين على الام هو الواد حس الخرا. الواد ده اللي كان هاي فوق ايش البيت بس ونزل. المكان يا عاش. ارانب. عاش. لا لا بجد عاش. رجعوا لي يا اخي. الاختيار صعب، انا عارف ان هو الاختيار صعب، بس لازم تختار وكمان تقول لي رأيك علشان نستمر في السلسلة دي ولا لا. لو استمرنا فيها هنجيب لاعبين بنفس المستوى كده، حركتهم سريعة، خصمهم قوي، علشان ده اللي بنقدر من خلاله نحدد اذا كان لاعب محترف او لا، او تحدي افضل لاعب اصلا. تمام. وبس كده. سلام.